بكاء ولا حزن، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الناس اللي بكت وزعلت والصور والاطفال اللي قاعده تبكي، المنتخب المغربي هو اللي طمعهم، والمنتخب المغربي هو اللي طمعهم بادائه ورجولته وحضوره، وكان الحلم كبيرا ان نلعب في النهائي، وعلى قدر الرجال الكبار تكون الاحلام الكبار. لكن المغرب كتب التاريخ فعليا. النهارده كمان قدم مباراه رائعه وكفاح رائع جدا، لكنها كره قدم يا ساده، كره قدم. في النهاية سيلعب أسود الأطلس بإذن الله على ميدالية في كأس العالم أمام كرواتيا، وأعتقد أكبر هدية لتلك الأمة ولهؤلاء المحبين والمشجعين والناس اللي بالملايين اللي رسمت على شفاهها ابتسامات أسود الأطلس، رسمت على شفاهها تلك الابتسامة. حقيقة من حقهم وحق هذا المنتخب وهذا الجيل أن يكملها بميدالية. لم نخسر اليوم، لم نخسر اليوم حقيقة، والله لم نخسر. اللي بيشوف اللي ما يعرفش الفرقتين ويتفرج، المغرب قدم مباراة كبيرة، كرة قدم يا سادة. هدف جه في الأول، غلطة هنا، خلصت المباراة. يعني المغرب ضيع أكتر من فرصة مؤكدة للتسجيل. أدى هذا الفريق كما لم يؤدي منتخب عربي أو إفريقي من قبل. هذه هي الحقيقة، نقطة من أول السطر. أول منتخب في التاريخ العربي والإفريقي في تاريخ كأس العالم يلعب 7 مباريات في كأس العالم. الحمد لله، الحمد لله. كان فيه احلام كبيره وكان فيه امال كبيره، والناس كان نفسها تلعب النهائي، وهذا الحلم لم يكن بعيدا على المنتخب المغربي، لكنها كره قدم، دي مش مباراه شطرنج. مع قليل من الهدوء سنعلم انها كره قدم. غلطه بتروح. كره الهدف الثاني فرنسا كان هدف ملعوب، لمسه في رجل لاعب من المغرب اتحولت اللي لسه نازل حطها، في حين ان المغرب اكتر من فرصه مؤكده راحت. الحمد لله المغرب الحقيقة كتب التاريخ، وكتب هذا التاريخ بالدموع والعرق والإصرار والوحدة والتشجيع والدعاء. منظومة كبيرة جدا جدا. هذا الإنجاز ليس بالسهل، وكملته بإذن الله الميدالية، كملته بإذن الله الميدالية في ختام كأس العالم. البرونز هو ما ينتظره العشاق بعد أن يهدأوا، بعد أن يهدأوا. تحية للمنتخب المغربي وهارد لك. هكذا هي كرة القدم، مباراة فوق الرائعة، فريق مكافح للحظة الأخيرة، فريق لم يشعرك في لحظة أنه انهار، قادر على الوقوف على قدميه بعد مباريات عصيبة. المغرب ما وصلش الماتش ده بالساهل. المغرب خرج 3 مرشحين للقب، بلجيكا والبرتغال واسبانيا. 3 فرق معارك رهيبة. النهارده ماكرون ذهب خصيصا لقطر لمسدد فريقه امام المغرب. دي من الحاجات اللي كانت الناس معشمه نفسها جدا انه يرجع مكسور الخاطر، لكن الله غالب. فرنسا بالذات الفوز النهارده كان هيشعل فيها الاجواء، لان الجاليه المغربيه والجزائريه والعربيه جاليه كبيره جدا، وكان هتبقى في احتفالات صاخبه. لكن بعد الشكر لله، شكر المنتخب المغربي، لما تنظر بطريقه موضوعيه لهذا المنتخب ولهؤلاء اللاعبين تجد قصه كفاح كبيره بلا اي مبالغات، بلا اي مبالغات. الانتصارات اللي اتحققت وراها قصه كفاح، حكيت لك جزء منها عن دور الاهل اللي هاجروا من المغرب، ودورهم في تربيه اولادهم وابقاء النزعه العربيه والوطنيه والدينيه جواهم. المميز حقيقه في هذا الجيل انه مكافح ويفتخر بالكفاح. في ناس بتسخر من اصولها، في ناس ما بتحب تتناساها وتستعر منها، اعتقد انها تستعر من اصولها اكثر واقعيه. لكن هذا الجيل مكافح ويفتخر بكفاحه ويفتخر بما فعله اهله عشانه. كلام بتاع بكاء ولا حزن، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الناس اللي بكت وزعلت والصور والاطفال اللي قاعده تبكي، المنتخب المغربي هو اللي طمعهم، والمنتخب المغربي هو اللي طمعهم بادائه ورجولته وحضوره، وكان الحلم كبيرا ان نلعب في النهائي. كما شفتوا الإخوان، للأسف المنتخب الوطني خسر نصف النهائي قدام فرنسا. كان التحكيم له دور كبير في هذه الهزيمة. منعنا من 2 بلانتيات اللي هما باينين. ان شاء الله باقي الاعوام الجاية ان شاء الله تكون خير علينا. بقى الاقصائيات تاع كأس افريقيا، بقى النهائيات ديالها باقي. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله
تكون مسيرة أحسن. ربحنا منتخب كبير، مدرب كبير، وجمهور كبير، الحمد لله. شكرا على المتابعة، نتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش ديروا تعليق، اشتراك. الله يعاونكم.